يا جماعة في يلا نعمل فلوس. تخيلوا معايا، الخرسانة اللي بنبني بيها البيوت والطرق والكباري بقت فجأة تخزن كهرباء وتشحن نفسها. ده مش حلم، ده اكتشاف حقيقي من MIT في 2025. بيضيفوا مواد كربونية نانو زي الكربون الأسود الفائق، فالخرسانة بتتحول لبطارية عملاقة صلبة. يعني في المستقبل القريب الطريق يشحن العربية الكهربائية وهي ماشية، جدران البيت تخزن طاقة الشمس طول النهار، وحتى أساس العمارة يبقى مصدر طاقة مجاني. والأحلى إن التقنية دي اتحسنت 10 مرات عن اللي فات. دلوقتي 5 أمتار مكعبة بس تكفي تخزين طاقة يوم كامل لمنزل متوسط. ده واحد من أهم مشاريع الشركة الجديدة في يلا نعمل فلوس. نتابع التكنولوجيا اللي هتغير طريقة استثمارنا في البناء والطاقة المستدامة. لو عجبكم الاكتشاف ده اعملوا كان لايك، ثم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان ما تفوتوش أي فرصة مربحة في المستقبل. إيه رأيكم؟ اكتبوا في الكومنت. جاهزين لعصر الخرسانة الذكية ولا لسه؟